رحبوا معانا بقى بوجه جديد في القناة، محمد خالد. ازيك يا عم محمد؟ الحمد لله كله تمام. كله زي الفل. كله زي الفل. ايه رايك النهارده في الماتش؟ بكل صراحة ما كنتش متوقع اللي هو يبدأ بالتشكيلة ديت على أساس التشكيلة في الملعب مش على الورق. على اه الورق فكرت اللي هو يلعب باتنين ست عادي زي الماتش اللي فات، واللي هو يبدأ بأربعة في الدفاع عادي. انت كنت متوقع انه يلعب بحمدي بالظبط. ومروان ستتين اه عادي؟ مفيش فرق أصلا في ايوه التشكيلة ايوه. اللي فاتت. أول ما بدأت الماتش لقيت بيلعب بتلاتة وحمدي في النص، ده أفضل مركز له حرفيا عموما. انا بصراحه برضو انا شايف ان حمدي فتحي ده افضل مركز ليه الليبرو. يعني بصراحه لو حمدي فتحي هيشكر حد معين هو 100% بيتسو موسيماني. الوحيد اللي لعبه في المركز ده هو لعبه فيه، وحمدي ده بقى احلى مركز لحمدي فتحي هو مركز الليبرو. بس التبديل اللي المفروض كان يغيره كان فتوح بدل محمد محمد حمدي. حمدي عشان كده كده فتوح مميز هجوميا، كده كده رامي ربيعة بيغطي في الدفاع ومعاه مروان او اي حد يجي يغطيه، فهتبقى كويسه قوي، مش هيعمل اي مشكله في الدفاع. غير اللي محمد هاني برضو في اول تقريبا ربع ساعه ما شفتوش، المساحات كلها كانت حرفيا مقفوله. تلاحظ دوري الابطال ما بين الاهلي وصن داونز، كان في ماتش كان اسمه ايه المدرب، فايلر. نفس ده من زمان قوي ده. بالظبط، دي نزل اصلا ده ناس سان داونز حرفيا. كل اللعب اللي كان بيعمله كان مقفل لعب ويطلع على المرتد، نفس اللي حسام حسن عمله، قفلهم العمق. هما كانوا بيلعبوا مستريحين وكل حاجه، بس في نفس الوقت كان عليهم الضغط. ايوه. وكورهم كلها كانت من بعد نص الملعب، بعد كده خلاص ما بيعملوش اي حاجه. فهي دي كانت ميزه بصراحه لحسام، اللي هو كان مذاكر. انا شايف ان هو قعد هو حضر الماتش. هو دخل الماتش وهو مذاكر، هو عارف ان الفرقه دي بتعمل كثافه عاديه في العمق، فانا هحط لهم ليبرو يلعب على اللاعب الزياده اللي هيخش في الحته دي. انا قبل الماتش كتبت البوست وقلت هي هتلعب بستتين. طب ما انت كان افضل انك تلعب بسته ماشي، وتلعب بواحد جنبه بيدافع ماشي بس بيعرف يباصي كوره. قدامه بالظبط. مثلا 8 بالظبط. وهتلاعب امام معاه. بالظبط. بس لما بدأ الماتش لا، عرفت ان هو بيلعب بسته، وحمدي بيزيد لما نطلع بالكوره، انما بغير الكوره هو ليبرو. فانا من دي اتضح ليا ان حسام حسن لا، هو مذاكر. هو نازل ماتش وعارف هو عايز يعمل ايه، حتى لو ما كناش الاداء ما كانش افضل حاجه، بس انا شايف انه عرف يقفل على اهم المفاتيح، بس باستثناء حاجه بقى. انا مش شايفه هو بيعرف يبدل. انا مش شايف حسام حسن بيعرف يبدل برضه حرفيا. الطرد ده وهتلاقيه لخبط له كل حاجه. هتلاقي الطرد هو مثلا بيفكر في حاجه، فلما الطرد حصل هو تلاقيه لخبط كل حاجه، ما عادش عارف يفكر ازاي. بس انا شايف عنده بطء او ما بيعرفش يقرا الجيم بتاعه، لان عمر مرموش كان بيتحرك قدام في كل حته، مميز قوي في المساحات والجري والانطلاقات بتاعته. فانت كنت ممكن تخلي عمر مرموش وتطلع الثاني وتلعب على التحولات والمرتدات، كنت تلاقي المساحات محمد صلاح ومرموش. لما انت سحبت عمر مرموش انت يعتبر انت ريحت شويه خط الدفاع بتاعه. بس برضو ارجع اقول لك الطرد لخبط الحساب بتاعته، بس ده كان تبديل انا شايفه غلط، لكن عمر مرموش ما يطلعش من الملعب. انا كنت شايف برضه من وجهة النظر برضه بتاعت مرموش ما يطلعش، بس المفروض امام ما ينزلش، امام ما يلعبش ال امال. 45 دقيقة كاملين، زيزو كان يرجع مكانه ايوه ماشي. ويلعب. طب ما انت ما هتحط مين بقى في النص بدل زيزو؟ ويلعب باك، وهنزل محمد شحاتة هيلعب 8. يقفلها وهيسيب جنب مروان يعني. وهيسيب مرموش يروح، كده كده مرموش سريع وبيحب المساحات فهينطلق. فحوار اه اللي زيزو يقدر يطلع لك بالكرة من تحت واحسن من امام، لاني شفت امام النهارده ما كانش جاهز تماما يعني. ايوه عامة انا معاك ان امام عاشور بدنيا واقع بقى، يعني بدنيا. امام عاشور انا كنت في الفيديو اللي فات كنت بقول امام عاشور لا ما يطلعش من الملعب، لا هو حرفيا بدنيا واقع. بس هو نزل امام عاشور لسبب ما، ان امام عاشور كان بيلعب وينج باك اللي هو كان بيدافع ماشي، بس هو الكره معانا كان بيتحول لوينج تاني على الطرف مع محمد صلاح هو اللي بيزيد في عمق لو الملعب. هتيجي برضه على النقطة بتاع الدفاع، هو طلع مرموش عشان مرموش مش هيدافع ورا، وحطت ما انت ما كنتش عشان عايز يغطي اصلا. على محمد حمدي. ايوه مرموش ما ايوه. كانش هيروح يغطي على محمد حمدي. لو بصيت هتلاقي الباكات دايما اصلا في نص الملعب، واللي بيرجع يغطي عليها الجناحات. فاهم. مين اللي كان بيطلع؟ كان تريزيجيه بيرجع ورا، وكان زيزو لو بدل محمد صلاح ما يخش في العمق بيروح عليه. فكان اللي بيغطي عليه مرموش، عمره ما كان هيرجع زي تريزيجيه لحد مثلا المنطقه ويدافع. فدي من الاسباب اللي هو دافع بسببها، وبسبب الطرد كمان. انا ما اختلفتش معاك ان محمود تريزيجيه ما كانش هيدافع، قصدي ان عمر مرموش ما كانش هيرجع يدافع. هو كان هيرجع في نص الملعب، بس برضه انت خسرت قوه لما الكره تكون معاك وتلعب على التحولات. انت خسران واحد مهم قوي، انت خسران واحد في التحولات والمرتدات، انت خسرت واحد اعتقد يعتبر كان اهم واحد في الخط اللي قدام عندك كله هو عمر مرموش. فانت خسرت واحد في التحولات والمرتدات، انك ترمي له الكوره وهو هيجري وهيعرف يتصرف فيها. انما لما تيجي تبص على الوينج الثاني اللي هو تريزيجيه، كل كوره عايز ياخد الكوره ويقطم لما يلعبها لورا، حتى لو مين واقف قدامي انا هكسر واشوط هكسر واشوط بس.
فانا عشان كده مش شايف ان هو عنده حلول. انما انت لما سحبت عمر مرموش ما بقتش عندك حد قدام، فانت ضغطت زياده قوي في نص ملعبك. هنتكلم بالمنطق برضو، انا ما استقبلش جون وما دخلش جون، اه ماشي. فانا واحد هامن دفاعاتي ونص ملعبي وما دخلش الجون التاني عادي خالص، لان ما دخلش فيها جون انا مأمن الدنيا. انا عاوز اكسب 1-0 واطلع واتاهل، وبعد كده بقى نشوف ايه اللي هيحصل. لما جه يبدل في الاخر قام منزل هما الاثنين نص ملعب. ليه؟ عشان هو عايز يامن خلاص، هو ما عادش في دماغه غير المكسب. انا حتى لو هموت نفسي على الكوره بس هكسب، انا ولا عايز العب ولا عايز، انا عايز اكسب. انا بص انا انتقدته كتير قوي، بس بصراحه الماتش ده لا انت، هو محمد هاني لخبط له كل الدنيا. فهو لما جه يبدل في الاخر قام منزل اثنين نص ملعب. هو انا شايف انه غلط في التبديله بتاعت عمر مرموش، انا كده شايف ان هو غلطان، وشايف انه ممكن يتصرف ينزل حد احسن من حد ماشي. لكن هتشيله الليله كلها مثلا تقول احنا ما لعبناش مثلا او التبديله ده غلط، انت مش مدرب. لا، ما قبل الطرد احنا كنا حلوين قوي، احنا كنا حلوين وكنا بنروح كمان، وكنا ممكن نحط جون واتنين. والله انتقدت المدير الفني الماتش اللي فات وقلت احنا ما بنلعبش وكل ده. حتى كمان احنا لما نقابل منتخبات اقوى في دور ال 16 والماتشات الجايه، انا مش هقول لك ان احنا نكسبه، لان برضو احنا ما احناش المنتخب اللي لما نمسك الكوره هنروح ونهاجم ونحط الجون الثاني. لا، انا شايف ان احنا برضو لسه عايز شغل اكيد، بس مستحيل اقول لك ان احنا ما بنتطورش عن الماتش اللي فات. ما بعد الطرد احنا اتزنقنا الزنقه سودة، بس يعني ممكن حسام حسن يشيل وما عرفش يتصرف شويه، بس برضو انا عذره لان ما فيش مدرب هيتحط في الموقف ده وهيكون ذهنه كامل 100%. اكيد طبعا حسام حسن كان عامل ماتش جامد قوي ومذاكر سان داونز جامد قوي. جنوب افريقيا بقى. جنوب افريقيا، وحته انك ما تضغطش لحد من بعد نص الملعب دي ميزه، لان كده انت عارف سان داونز عندها كوره وعندها ناس. جنوب افريقيا جنوب افريقيا هي يعتبر نصها سان داونز، يعتبر بتلعب كوره على الارض واغلبها كوير. فانت لو بديت ضغط عالي انت خسرت نص فرقتك في الامام. فانا شايف اللي كان في الشوط الثاني كان يقدر يستغل احسن من كده، بس ما عرفش بسبب اللي ما فيش حد يطلع له كره من تحت. ان كل كره كانت عاليه، كانت ملعوبه لب اللعيبه، كل الكور مقطوعه. ايوه بالظبط، عشان انت ما عندكش حد قدام ياخد لك كل وفي نفس الوقت ما عندكش حد ورا عارف يطلعك بالكوره. فانا لو كان حط زيزو ورا ويطلع لك بالكوره، او على الاقل يعمل لك عرضيه مثلا غير اتجاه، يعمل لك حاجه زي ديت، شايف الملعب كله كان هيبقى مفتوح مره واثنين وثلاثه واربعه. مروان النهارده برده ادى على اداء جامد قوي بصراحه، وبذل مجهود جامد قوي وشايف قطع مسافه عاليه. بصراحه في اللعب كنت بشوف الدفاع وكنت بشوف الهجوم مع التكمله، برغم ما يكون مثلا تريزيجيه موجود ما يكونش غيره هو اصلا هو الموجود. بعد انا اي حد صلاح كان بيرجع ورا برده في نص الملعب، وبقى مروان عطيه هو اللي سابق بعد نص الملعب، وده حاجه جامده قوي بصراحه بالنسبه له، كان بيكمل في الهجوم. المدافعين بتوعك النهارده، انا بصراحه انا كنت شاكك 100%، كنت شاكك في ان رامي ربيعه يلعب ماتش حلو، بس عمل ماتش عالمي بجد. انا رامي ربيعه النهارده اقسم بالله فاجئني. انا عمري ما كنت اتوقع ان رامي ربيعه يعمل ماتش كده. ورامي ربيعه والشناوي عمل ماتش برضه. بس انا هرجع اقول لك تاني، انا ما بعتمدش على الشناوي. انا الشناوي عندي هقيمه في الماتش بماتشه. انا عمري ما هقول لك ان الشناوي الماتش الجاي هيبقى سوبر، لا. انا الشناوي بيعمل ماتش حلو ولا لا حلو، انما انا برضه لسه عند رايي ان الشناوي ما هوش حارس المنتخب الاول. عامل ماتش النهارده سوبر، انا معاكم. طاقم الدفاع بنص الملعب بالحارس، ماتش جامد قوي، ماتش كبير موت بصراحه. الماتش الجاي هل يلعب محمد شحاته في الباك اليمين ولا احمد عيد، او يلعب زيزو ويقلب الخطه لثلاثه زي ما كان بيعمل النهارده بياسر واسمه ايه وحمدي ليبرو ورامي ربيعه، ويلعب بزيزو وينج باك، تبقى افضل، ويحط شحاته في نص الملعب. ما اظنش هيبدا الماتش الجاي اصلا بثلاثه في الدفاع زي ما هو عمل وليبرو في نص الملعب. امال هيلعب ازاي؟ انا شايف انه هيلعب خطه عاديه خالص، وهينزل مثلا ما اعرفش احمد عيد جاهز ولا لا، بس لو لعب في الاربعه هينزل احمد عيد خالص عادي خالص يعني، ويبدا بيه باك عادي يعني. باك تقليد عادي، ويبدا الماتش اللي هو كده تحصيل حاصل. انا عاوز اجمع منه مثلا نقط يعني. لا، اللي انا اجمع منه مثلا 3 نقط واشوف اللعبه دي هتبقى عامله ازاي، وفي نفس الوقت يبقى فوز ليا دولي، فاعلي من المراكز بتاعتي زي ما انا اصلا كاس العرب ضيعني في المركز. لا ايوه فانا كده اصلا اي مدرب في حياته ما بيبقاش عاوز يخسر ماتش. فانا مش هروح انزل لك لعيبه ما بتلعبش مع بعض بقى لها سنه مثلا سنتين متاخره قوي واجرب فيهم واقول لك لا، انت لما تيجي تبص عليها انا عاوز اكسب في الماتش ده. حتى الجمهور مثلا يقول لك لا ما تبدلش ما تغيرش انا عاوز اكسب. هو ماشي، بس هو ماتش ما ملوش اي لازمه.
فانا شايف ان انت على الاقل هتريح اللعيبه اللي عملت جهد جبار، ماشي، وتبدا باللعيبه الحلوه برضه. ما بقولكش ان لعيبه تبدا بلعيبه يعني ما بتعرفش تلعب، لا، لعيبه حلوه برضه، بس مثلا هو شايف ان دول انسب عشان لما نصعد يعني لدور ال 16 يكونوا فت على الاقل في الماتش ده اللي هو اهم 100% بكتير من الماتش اللي جاي ده. تتوقع مصر توصل فين لكاس افريقيا؟ وانا شايف كده كده اصلا صعدت اول، فانت هتقابل التالت من اي من ايه مجموعه. بقى؟ ماشي، احنا هنوصل لفين؟ هتكلمك بس كده شويه، احنا هنوصل لفين في كاس افريقيا؟ رايك؟ انا كده كده انت ان شاء الله معدي ربع النهائي بسهوله ان شاء الله. ان شاء الله، يعني ان شاء الله. فالله اعلم بقى هتقابل مين في نص النهائي، بس اي حد عاوز ياخد البطوله انت كده كده ما تفكرش اصلا هقابل انا مين. فاهم، بس انت رايك عشان هلخبط في حاجه دلوقتي. فانت رايك هنوصل يعني مثلا احنا مصر هتوصل لفين؟ مصر يعني مثلا تقول لي مصر هتوصل لفين في كاس افريقيا؟ انا شايف لو في طريقك، لو المغرب مش في طريقك، انت والمغرب في النهائي. هو نفس اللي بتاع والله هو نفس اللي بتاع. انا برضه انا شايف ان احنا والمغرب في النهائي، وشايف ان احنا هناخدها باذن الله من المغرب. النهارده اللعيبه كانت بتلعب بروح جباره قوي، و100% كان بيلعبوا كده عشان حسام حسن هو اللي بيدربه، عشان نكون متفقين. انا قايل لك شخصيته جامده قوي بصراحه، ودي ميزه فيه. اه صح بس لو والله. هنيجي نتكلم على التكنيك بقى والتدريب وكده، لا هو ما معظم المصريين كده اه عاديين. فانا واثق 100% حتى لو هنلاعب منتخب اعلى مننا ومش هنلعب عليه كوره، انا شايف ان احنا ممكن نعدي المنتخب بالروح، والله العظيم بالروح، وان احنا قلبنا على قلب واحد وبنلعب بنموت نفسنا. فانا باذن الله شايف مصر هتاخد البطوله من المغرب.